النهارده عندنا حكاية جديدة من حكايات سوق العربيات، حكاية بطلين دخلوا السوق المصري لأول مرة، واحد فيهم شكله تقيل وسعره تقيل، والتاني مفاجأة سعره عامل قلق للمنافسين. خليك معايا للآخر لأن العربية التانية دي بالذات ممكن تغير حسابات ناس كتير. احنا قبل كده اتكلمنا عن عربيات اكسيد، بس النهارده الجديد بقى إن الأسعار الرسمية اتعلنت، وساعتها الكلام بقى جد، مش مجرد مواصفات على ورق. يلا نبدأ الحكاية من الأول، واوعى تنسى اللايك والسبسكرايب علشان الحكاية تكمل. أول عربية معانا النهاردة هي اكسيد اي تي كروس اوفر، بس مش أي كروس اوفر، دي داخلة تقول لك أنا هنا علشان أزاحم الكبار. العربية دي هايبريد متطور، بطارية 34.7 كيلو وات ساعة، وموتور بنزين 1500 سي سي تربو. النتيجة إيه بقى؟ 462 حصان، 634 نيوتن متر عزم، من الصفر للمية في 8 ثواني. يعني أول ما تدوس العربية بتفهم إنك مستعجل. والأجمد بقى مدى السير بيوصل لحد 1300 كيلو متر، يعني سفر، شغل، مشاوير وانت مطمن. ومن حيث الرفاهية اكسيد اي تي مش جاية تهزر. عندك 8 وسائد هوائية، سقف بانوراما، كاميرات 540 درجة، جنوط 20 بوصة، شاشة داخلية 12.3 بوصة، شنطة 546 لتر، قاعدة العجلات 3 متر. يعني إيه؟ يعني مساحة محترمة جدا. العربية من الآخر تحس إنك راكب حاجة أوروبية بس بلغة مختلفة. نيجي بقى للأسعار. الفئة الأولى سعرها 2 مليون 350، الفئة التانية سعرها 2 مليون 550. حلوة، بس السعر تقيل شوية. وهنا بقى تظهر المفاجأة. اكسيد اي اس، العربية دي بصراحة هي اللي عجباني أكتر. الاكسيد اي اس دي عربية سيدان، مش كروس اوفر، بس شكلها شيك وحضورها قوي. نفس فكرة الهايبريد، بطارية 34.7 كيلو وات، وموتور 1500 تربو. بس هنا الشركة قالت اختار اللي على مزاجك. الفئة الأولى 261 حصان، الفئة الثانية 462 حصان. يعني مش محتاج القوة الكبيرة، ماشي وفر فلوس. لو محتاج الأداء العربية موجودة. اسمع بقى الرقم اللي جاي ده كويس، 1600 كيلو متر مدى سير في الشحنة الواحدة. 1600، يعني رقم يخلي شركات كتير تراجع حساباتها وتفكر تعمل تخفيضات. من حيث الألوان العربية اتعرضت بألوان شيك، وفي كمان بنزين مجاني سنتين، ده وضمانات إضافية. السعر بقى بالنسبة للفئة الأولى نازلة بمليون و850، والفئة التانية نازلة بكام؟ ب2 مليون 250، يعني أرخص من الإي تي، وأرقامها مرعبة في فئتها. الخلاصة، إحنا قدام عربيتين داخلين السوق المصري بقوة. إكسيد إي تي دي فخامة وقوة وسعر تقيل. إكسيد إي إس سعر ذكي وأرقام منافسة جدا. السؤال بقى ليك أنت، هل العربيات دي هتنجح في السوق المصري ولا المنافسين هيصحوا ويعملوا تخفيضات؟ مستني رأيك في الكومنتات، ولو حابب ريفيو تفصيلي لأي فئة قول لي. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.